كنت فاكر حاجة بتفاصيلها، بس لما تدور عليها في الواقع بتلاقيها مختلفة تماما عن كل اللي انت فاكره وتعرفه. طب عمرك عشت لحظة وفجأة عقلك وقفك وقالك استنى، انا عشت الموقف ده قبل كده وعارف كمان ايه اللي هيحصل فيه بعد شوية؟ النهاردة احنا هنتكلم عن ظواهر مرعبة جدا هتغير تفكيرك عن الزمن وممكن عن الكون كله كمان. النهاردة هنتكلم عن تأثير مانديلا، هنتكلم عن الأكوان الموازية، هنتكلم عن الظاهرة المرعبة الديجافيو. كملوا الحلقة للآخر، اعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا نبتدي. القصة بدأت مع موت نيلسون مانديلا سنة 2013، هو التاريخ الرسمي اللي مات فيه نيلسون مانديلا. بس رغم كده في ملايين من الناس فاكرين كويس جدا ان نيلسون مانديلا مات في الثمانينات او التسعينات. ده كمان في ناس فاكرة ان في تقارير طلعت واتذاعت وقت موته في التاريخ ده، وده خلى العلماء يسموا الظاهرة دي تأثير مانديلا. ازاي في ناس ممكن تكون مجمعة على ان هي فاكرة حاجة كويس بتفاصيلها قوي كده وهي في الحقيقة مش واقع اساسا؟ طب اديكوا امثله تانية. عندنا مثلا بيكاتشو، شخصيه من الكرتون بتاع بوكيمون. ناس كتير فاكره ان في اخر ديله حته بني، الواقع ان هو ديله اصفر بالكامل. حاجه كمان شعار كيت كات اللي في ناس كتير مؤمنه ان هو فيه شرطه في نصه، وهو في الواقع ما فيهوش ولا شرطه ولا اي حاجه. حاجات كتيره جدا ممكن الانسان يغلط فيها، بس انك تلاقي ملايين من الناس مجمعين كلهم على نفس الغلطه، هنا لازم نقف شوية. من هنا ظهرت نظرية بتتكلم عن الأكوان الموازية والخطوط الزمنية. ناس ابتدت تقول طب يمكن احنا مش عايشين في نفس الخط الزمني، أو يمكن في أكوان موازية تانية فيها نيلسون مانديلا فعلا مات في الثمانينات أو التسعينات في السجن، وفيها بيكاتشو الديل بتاعه أسود وكيتكات بشرطة وحاجات تانية مختلفة كتير. العلماء اتكلموا عن النظرية دي فعلا وقالوا إن فعلا في أكوان موازية. الأكوان دي بتشبهنا لحد كبير، بس في ما بيننا اختلافات بسيطة. ممكن في كون موازي انت تكون متجوز حد تاني او عايش في مكان تاني او معاك فلوس اكتر، او حتى ممكن تكون ما اتولدتش. وممكن نكون احنا بطريقة معينة لسه ما اكتشفناهاش بنتنقل من كل التاني، او بنشوف اطياف ونلمحها من ازمنة مختلفة. السؤال بقى المرعب فعلا، احنا ازاي عقلنا بيجيب لقطات ومشاهد وذكريات من الاكوان التانية دي؟ هل في ثغرات موجودة في الكون هي اللي بتخلينا نلمح حاجات من هناك، ولا احنا بننتقل بين الابعاد والاكوان دي من غير ما نحس؟ الاغرب والارعب من كده ان في قصص لبشر اختفوا من الوجود كانهم اتبخروا، اتنقلوا من بعد لبعد تاني بدون اي تفسير علمي. خلوني بقى احكي لكم عن اغرب الحالات اللي متوثقة، اللي فعلا تخلي الدماغ تقف. فيها ناس كانهم اتنقلوا من بعد لبعد تاني بدون اي تفسير علمي. أول حالة سنة 1880 في المكسيك. راجل عادي ماشي وسط السوق وفجأة قدام عيون الناس اختفى تماما من الوجود. الراجل كأنه داب واتبخر في الهواء. الشرطة دورت عليه كتير وملقوش ليه أي أثر. حرفيا لحد النهاردة مفيش أي تفسير علمي لاختفاء الراجل ده. الحادثة التانية في أمريكا، حادثة اسمها بينت ستريت. بنت صغيرة كانت بتلعب قدام بيتها مع أصحابها، وفجأة البنت دي دابت واختفت في الهواء. أهلها بيحلفوا إن هما كانوا شايفينها قدامهم، وفجأة اختفت قدام عينيهم. لحد النهاردة برضو محدش عارف البنت دي راحت فين، ولا في أي تفسير علمي يفسر هي اختفت ازاي فجأة كده قدام عينيهم. الحادثة التالتة والأكثر غموض حصلت سنة 1954 في اليابان، تحديدا مطار طوكيو. هناك اتقبض على راجل لأنه معاه جواز سفر من دولة توريد، دولة مش موجودة أصلا على الخريطة ولا حد يعرف عنها حاجة. السلطات اتحفظت عليه وحجزوه في فندق تحت حراسة مشددة، وفجأة الراجل ده وسط الأوضة اختفى تماما، كأن الأرض بلعته، محدش عارف هو راح فين. القصص اللي أنا حكيت لكم عنها دي مش مجرد حالات اختفاء عادية، الناس بتستشهد بيها وبتقول إن دي فعلا دليل على إن ممكن في لحظة معينة إنسان يعدي من كون لكون تاني من غير ما يسيب أي أثر، كأنه ما كانش موجود، يتنقل من بعد لبعد حرفيا. وده هيفتح الباب علشان نناقش مع بعض ايه هي اهم النظريات اللي بتأكد وجود الاكوان الموازية وبتفسرها. خلونا بقى نناقش مع بعض اهم النظريات دي. اول واحدة بتتكلم عن الاوتار الفائقة. العلماء هنا بيقولوا ان الكون كله مبني على اوتار دقيقة جدا، كل حركة فيهم او اهتزاز بسيط فيهم بينشأ عنه كون مختلف تماما عن اللي احنا عايشينه. نظرية تانية بتتكلم عن ميكانيكا الكم.
في النظرية دي احنا بنتكلم عن ان كل احتمالات بتظهر قدامك في حاجة او اختيارات، كل الاحتمالات دي بتتحقق بس في اكوان مختلفة عن اللي انت عايش فيه. النظرية التالتة اللي بتتكلم عن الفقاعات الكونية، هنا هما بيقولوا ان الكون بتاعنا عبارة عن فقاعة كبيرة في منها كتير اكوان تانية مختلفة مشابهة ليها، بس في ما بينهم اختلافات بسيطة، وكلهم بيطفوا في العالم وفي الفضاء اللي اوسع بكتير من اللي احنا شايفينه. النظريات دي كلها مفيش اي حاجة علمية اكيدة بتثبتها، بس النظريات دي بتفسر حاجات كتيرة غامضة قوي موجودة في الحياة قدامنا، وبتفسر ازاي ممكن نلمح اطياف او خيالات من اكوان تانية، او يكون في نسخ لحاجات موجودة هنا في الكون ده وفي نسخ تانية ليها في اكوان تانية احنا مش قادرين ان احنا نوصلها لحد دلوقتي. ده هينقلنا ان احنا نتكلم عن النظرية الاخطر من كل اللي احنا قلناه ده، نظرية الديجافيو. انت ممكن تكون قاعد مع اصحابك في مكان وفجأة تحس ان انت شفت الموقف ده بالظبط وعارف الكلام اللي هيتقال وكل حاجة هتحصل، كأنك بالظبط عشت كل حاجة قبل كده. ده بيثبت ان ممكن يكون في اكوان موازية، ممكن عقلنا يكون بيلقط منها حاجات بتحصل في نفس اللحظة دي، نفس الموقف انت عايشه في كون تاني ودماغك عملت كونكشن ما بين الاتنين. طبعا الكلام العلمي اللي بيفسر النظرية دي بيقول ان الموضوع له علاقة بوصول الدم للمخ، وان بيحصل خلط في المخ بين الذاكرة طويلة الامد والذاكرة قصيرة الامد. بس الدليل اللي بيربط بين الديجافيو وبين العوالم الموازية هو ان هي دايما بتجيلنا بمشاعر قوية زي خوف، قلق، او حتى احساس بالراحة. يا ترى كل دي صدف ولا فعلا في حاجة بتربطنا بعوالم تانية؟ احنا ممكن نفضل نقول ان كل الكلام اللي احنا قلناه ده مجرد اوهام في دماغنا، او ان تأثير مانديلا ده كان فعلا خطأ جماعي، بس هل ده واقعي؟ هل واقعي ان كل الناس تغلط وتبقى فاكرة حاجة بتفاصيلها؟ مجموعة ناس معدية الملايين فاكرة تفاصيل الموضوع كلهم زي بعض في الخطأ؟ هل معقول ان الديجافيو مجرد خطأ في الدماغ بين الذاكرة؟ كل ده مش منطقي. كل دي إشارات فعلا إن العالم اللي احنا عايشين فيه ده مش حقيقي 100%. هل ممكن في اللحظة اللي انت بتسمعني فيها وانا بحكي لك الكلام ده أكون في كون تاني أنا اللي بسمعك؟ قولولنا رأيكم، أنا عايز أعرف كل واحد فيكم شايف إيه. هل فعلا شايفين إن الحاجات دي مجرد خلل في الذاكرة مش أكتر؟ ولا انتوا مقتنعين إن في فعلا نسخ تانية مننا؟ الله أعلم بقى بظروف كل نسخة منها، كل نسخة في كل كون عايشة في حياة عاملة إزاي. هستنى ردودكم في الكومنتات، هستنى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة. ياريت تدعمونا لو عجبتكم الحلقة، واستنونا في لقاء قريب مع ملف جديد مع الراوي.